بالظبط اللي قريتيه في العنوان ده صح. تخيلي يبقى عندك 16 سنة، يعني لسه بتدرسي، وقررتي ان انتي تشتغلي، وبالفعل اشتغلتي وانتي 16 سنة. طبعا سمعت كتير من ان انتي لسه صغيرة، الناس هتضحك عليكي، السن ده مش مناسب دلوقتي للشغل، ركزي في الدراسة احسن. ولكن الشغل كان احسن قرار انا اخدته في السن ده. في الفيديو ده هقولكوا ازاي انا ابتديت، ايه الحاجات اللي انا وقعت فيها، وايه الحاجات اللي انا اتعلمتها، وازاي فعلا الشغل من سن بدري فرق معايا وغير كتير قوي في حياتي. الاول انا ليه فكرت اشتغل؟ جالي احساس من لا شيء كده ان انا حابه فكره الشغل، مش بدور بس على الفلوس، لا انا حابه الفكره ان انا ببقى بصحى كل يوم ورايا حاجه معينه بنزل لها، ورايا هدف كل يوم. كنت حابه احساس ان انا اقدر اعتمد على نفسي، حته المسؤوليه، كل ده انا كنت حباه وكنت بدور عليه، فانا لقيته في الشغل. وفي السن ده اوريدي كلنا بنبقى تايهين، مش لاقيين حاجه نعملها، اغلب وقتنا بيبقى على التليفون، مفكرين بقى ان حياه الشغل دي هي هتيجي بس بعد الجامعه، يعني انا مستنيه الشغل ده بعد الجامعه. بس لا، يعني you can start from now، حرفيا انت تقدري تعملي كل ده دلوقتي، ومن سن كمان اصغر من كده، في اصغر من كده وبيشتغلوا عادي. ولكن فعليا حياتك هتبتدي من اليوم اللي انت هتاخدي فيه القرار ده. نبتدي بقى نروح لاول خطوه. اول خطوه دي انا ما كنتش حرفيا عارفه اعمل ايه، يعني هجيب الشغل منين، مين هيقبلني اصلا وانا في السن ده. ابتديت ان انا ادخل على الفيسبوك، اخش كل جروبات الشغل المتاحه قدامي. فكانت البدايه ان انا بدور على الانترنت، عماله بدور على الانترنت، سالت ناس اكبر مني ان هي تدور لي على شغل. كل ده بتكلم ان انا 15 16 سنه، يعني انا ما عنديش خبره قوي في اي حاجه، ورغم كده كنت المرتب اللي انا متوقعاه اقل حاجه 5000، يعني انا ما ينفعش اقبض اقل من 5000. فده طبعا كان اكبر غلط، لان انا فضلت سنه كامله، اللي هو من بين 15 ل 16 دي، فضلت سنه كامله بدور. فانا حرفيا ما لقيتش اي حاجه. يعني مين هيقبلك يا مريم وانتي ما عندكيش خبره وانتي سنك صغير؟ يعني انتي حتى مش مطلب ان الشركات مثلا تقبلك عشان خبره معينه، لا ده مفيش اي حاجه اصلا، وحاطه مرتب كمان عالي بالنسبه لوقتها وبالنسبه لسنك. فابتديت ان انا بقى اتعلم الحاجات اللي ناقصاني، بمعنى ايه؟ اتعلم كل يوم حاجه جديده ما كانتش عندي، ازود من الخبرات بتاعتي، بحيث ان انا لو ركزت على ده هيزود فرصه قبولي في الشغل اكتر. ابتديت ان انا كل الانترفيوز اللي كنت بشوفها كنت بترفض فيها، فابتديت ان انا اركز ايه اللي يخليني اتقبل في الانترفيو، ازاي اتكلم، ازاي اقدم نفسي، ازاي ابقى واثقه اصلا من كلامي وانا بطلعه قدام اي حد بيكلمني او بيسالني اي سؤال. فهنتنقل لنقطه تانية، هي اول رفض. اول رفض جالي ده دمار، دي اكتر حاجه كانت محبطه بالنسبه لي ساعتها. انا ما كنتش متوقعه ان انا ممكن اترفض حتى وانا ما عنديش حاجه، بس احساس الرفض لوحده كان سيء. وما اترفضتش مره، اترفضت كذا مره، يعني كتير كتير كنت بترفض كتير. وكل مره كنت ارجع البيت اللي هو طب هو انا في ايه؟ طيب ايه اللي ناقصني؟ معرفش ايه. من ساعتها ابتديت بقى اركز على اللي ناقصني فعلا، ايه السبب اللي انا اترفضت عشانه. كنت دايما بسال عن كده، ان ايه السبب اللي انا اترفضت عشانه، بحيث اشوف ايه النقطه اللي كانت فعلا ناقصه عندي وابتدي ان انا احسنها. طبعا بعد الفتره دي انا اكتشفت ان الرفض ده حاجه طبيعيه وبتحصل عادي، والناس الناجحه نفسها اترفضت في كذا حاجه. بس كل الفرق ان انا لو كنت وقفت مكاني من بعد الرفض ده، انا حرفيا ما كنتش هوصل لاي حاجه. كل الفرق ان انتي ما تقفيش عند الرفض، انتي هتكملي حتى لو اترفضتي مره واتنين وتلاته، هتبتدي انتي بعد كده تتقبلي في حاجات تانية. الحمد لله لقينا شغل، اتقبلنا. نيجي بقى لاول يوم شغل، احساس بقى التوتر، ان انا لسه جديده، كله عارف كل حاجه، كله شغال زي الصاروخ حرفيا في شغله، وانا واقفه لسه مش فاهمه اي حاجه، حاسه ان كله فاهم كل حاجه وانا اللي قاعده يعني انا مش فاهمه اي حاجه. برضو مع الوقت فهمت ان نفس البنت اللي فاهمه كل حاجه دي، هي برضو اول يوم ليها هنا ما كانتش فاهمه كل حاجه. فايتس اوكي، يعني عادي بتحصل، وانتي مع الوقت هتعرفي كل حاجه وتبقي زيك زيها، ممكن تبقي احسن منها بعدين، ومش بتفرق عموما. اصعب الحاجات بقى اللي قابلتني فترتها، ازاي انا كنت بنظم وقتي. انا تنظيم وقتي ده كان حاجه بجد صعبه قوي بالنسبه لي، لان انا كنت بدرس وكنت بشتغل، يعني مش بشتغل بس وقت الاجازه، لا انا كنت بدرس وانا بشتغل. يعني تخيلي انت عندك دراسه، بيت، شغل، وراحه، يعني الاربعه متاح ان انت توفقي بينهم وتنظمي وقتك عليهم. ده طبعا كان حاجه صعبه قوي ان انا اعملها، اوقات كانت بتعدي انا بقول خلاص لا بجد انا مش قادره ومش قادره اكمل. بس انا كل مره بفتكر فيها الاحساس ده بنرجع لاول نقطه. طب انت يا مريم، انت اللي ابتديتي وانت اللي قلتي ان انت عايزه تشتغلي، يعني انت اللي حددتي ده، يبقى انت برضو ملزمه انك تستحملي عواقب كل ده، حتى لو ده كان هيجي عليكي وعلى دراستك. انت اللي اخترتي، انت اللي هتكملي.
كل مره لازم بفتكر انا ابتديت ليه، انت اللي كنت عايزه ده. يعني المفروض نكون حاسبين كل حاجه. هنيجي لاول مرتب. اول مرتب ده كان احساسه مختلف تماما، اللي هو الحاجه اللي انت تعبتي عشانها طول الشهر جايه بتاخديها في نهايه الشهر على اساس فلوس. كان احساس مختلف تماما. بس ده طبعا مش بسبب الرقم، لان هو الرقم كان قليل، بس كان بسبب ان انت يعني هو ده تعبك اللي انت تعبتيه طول الشهر وجيتي بتاخديه في الاخر. ده بيخليكي بقى تحترمي قيمه الفلوس، وبتفهمي وتقدري قد ايه فعلا الناس بتتعب. اكتر برضو الحاجات اللي اتعلمتها في الشغل ده: قصرتي هيبقى في نتيجه، اتاخرتي في نتيجه، التزمتي برضو في نتيجه. الحياة العملية عامة مختلفة تماما. حوار ان انتي بتتأخري مثلا او انتي مقصرة في حاجة ده ممكن يخصم من مرتبك اللي هو اوريدي كان قليل، فاللي هو بجد هو مش ناقص اكتر من كده. تلتزمي ده اكتر حاجة هتفيدك وممكن تزود عليكي في المرتب كمان. تاني حاجة اتعلمتها هي التعامل مع الناس. طبقات مختلفة وكمان السن بيبقى مختلف، فانتي بتتعاملي مع ناس مختلفة تماما. غير ان مش كل الناس زي بعض، هتلاقي اللي بيشجعك، هتلاقي اللي بيحبطك، هتلاقي اللي هي في حالها ملهاش دعوة بأي حاجة اصلا. فانتي بتتعلمي ازاي انتي بتتعاملي مع كل الشخصيات دي، عشان ما يضحكش عليكي وعشان ما تحسيش ان في حد بيحبطك فده يأثر عليكي. تالت حاجة ثقتك بنفسك. ثقتك بنفسك هي اللي بجد ممكن تغير البوزيشن بتاعك مهما كنتي شغالة ايه في الشركة. والثقة هنا مش معناها ان انت تبقي عارفة كل حاجة، الثقة هنا معناها ان انت تبقي عندك القابلية انك تتعلمي كل حاجة، في نفس الوقت واثقة من نفسك ان انت اوريدي هتقدري تأدي الحاجة دي وبشكل احسن من المطلوب كمان. رابع حاجة اتعلمتها هي ان الغلط عادي، يعني عادي انك تغلطي. الغلط بيبقى وراه درس انت بتتعلميه، ولكن اسوأ من كل ده ان انت تخافي انك تغلطي. انت لو خفتي ان انت تغلطي هتلاقي نفسك بتغلطي، لان انت كده مش بتتوخي الحذر، لا انت كده مش فاهمه انت بتعملي ايه. فانت عادي لو غلطتي، الغلط طبيعي، بالذات لو انت في بيئه عمل طبيعي جدا ان انت تكوني بتتعلمي من ورا كل غلطه بتعمليها. خامس حاجه وزي ما انا قلت، مهاراتك اهم من سنك بمليون مره. انا اشتغلت وانا 16، كان معايا ايه ساعتها؟ المهارات. جاست المهارات هي اللي بجد هتفرق معاكي، وان انتي تنميها وتطوريها وتزوديها ده اللي هيفرق معاكي. مش مشكله بقى عندك كام سنه، مش مشكله انتي لسه ما دخلتيش جامعه او لا، او متخرجه او لا، انتي مهاراتك هي اهم حاجه. في ناس بيبقى عندها 30 سنه عادي بس ما عندهاش اي مهاره، لان بعدين انتي هتفهمي ان الوقت ده ما هو الا استثمار. انتي بتستثمري بقى في الوقت بتاعك، في صحتك، في تعليمك، في كل حاجه. المهم ان انتي الوقت ده لازم تستثمري فيه وتطوري من نفسك بشكل رهيب. فده بقى انا كنت هعمله في سن اصغر من ده كمان. انا لو هنصح اي حد 16 او 17 سنه، او عموما لو اي حد صغير، نصيحتي الوحيده ليه هي انك ما تستناش الجامعه، ما تستنيش التخرج، ما تستنيش بجد حياة الكبار تيجي وسن العشرينات تيجي عليكي وانتي لسه ما تكونيش عملتي اي حاجة في حياتك. ابتدي بخطوة صغيرة، ابتدي بان انتي دوري على شغل، اي حاجة، مش لازم اي حاجة في مجالك، مثلا ابتدي بأي حاجة، انزلي تدريبات مثلا. عارفين شغل المتطوعين؟ ممكن تروحي برضو عادي، اقرأي، جربي، كل ده هيفرق في شخصيتك، كل ده برضو هتلاقيه فرق معاكي ان انت تبتدي الكلام ده من سن صغير. ده بجد الاستثمار الحقيقي في نفسك، لان انت بعدين هتحسي ان انت فاتك وقت كبير قوي، هتندمي وهتقولي يا ريتني عملت فيه حاجه من بدري. الاهم انت ما تقارنيش نفسك بحد، كل واحد ليه رحلته. ممكن ناس تبتدي من بدري، ممكن ناس تبتدي متاخر، والاتنين يوصلوا، بس ستيل الرحله مختلفه، الاشخاص مختلفه. انت ما تقارنيش نفسك باي حد، ما تحسيش دايما ان الوقت خلاص بيجري وخدك. انتي طول ما انتي لسه في السيف زون، لسه قدامك تعملي اي حاجه، ابتدي دوسي في اي حاجه قدامك، لكن المهم تبتدي. لو انتي بقى خايفه، اتس اوكي، يعني انا كنت خايفه، الناس كلها بتخاف، احساس الخوف ده طبيعي طبعا، ولكن الفرق ان في ناس بتتحرك وبتاخد خطوات وهي خايفه، في ناس بتفضل مكانها. فاحنا لو استنينا الاحساس ده يروح من عندنا، لا هو مش هيروح، وانتي هتفضلي واقفه في مكانك عادي. دي بقى مسج للاهل نفسهم. لو انت بنتك او ابنك عايز ان هو يشتغل وخلاص، هو شغفه راح ناحيه ان هو يشتغل، شجعيه على ده. بالعكس، المفروض تكون انت اللي بتقولي له يعمل حاجه زي كده من قبل ما هو اللي يطلبها منك، لان التجارب دي هتعلمه من المسؤوليه من بدري، دي حاجه كويسه، يعني ده مش ضغط خالص، بالعكس الخبره اللي هما بياخدوها في سن صغير دي هتفرق معاهم في سن بعدين كبير. الشغل اللي هيشتغله مش لازم يكون مرهق، المهم ان هي تجربه هتعدي عليه، هيستفاد منها، اكيد هيطلع بخبرات منها. اي حد وصل لهنا وكمل الفيديو الاخر فانا براود ان انت استثمرت وقتك، او انت استثمرتي وقتك في فيديو فادك، والفيديو بجد هيشجعك على ان انت فعلا تاخدي خطوه الشغل لو انت خايفه.
لو خايفة من التعامل مع الناس، خايفة من اي حاجة، لا، خدي خطوة الشغل، هتلاقيها بتفرق معاكي قوي لبعدين. النجاح مش بيبتدي لما انت يكون معاكي فلوس ولا لما تتخرجي، النجاح بيبتدي من اللحظة اللي انت بتاخدي فيها قرار، ده اللي فعلا هيغير حياتك للأحسن، بيبتدي اول ما تقرري تتحركي. عايزة برضو اعرف منكم ايه تجربة اول شغل اشتغلتوه في حياتكم، وسؤال تاني، ايه الحاجة اللي منعاكي لحد دلوقتي ان انتي تبتدي. بس انا كده خلصت الفيديو، ان شاء الله يكون فيديو مفيد. Don't forget to subscribe and bye bye.